السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوجدو كيكه بنكهه القهوه. كتجي زوينه البنات، كتجي خطيره وسهله معنا، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. يلا ندوزو للمقادير اللي غنحتاجو. غنحط لكم ديريكت المقادير والطريقه في نفس الوقت. كما كتشوفوا البنات، انا اخذت هذا البول هذا، درت فيه كيس ديال الفاني وثلاث البيضات. هنا كنزيد البيضه الرابعه، البيض بحراره المطبخ. كما كتعرفوا ملي كنبغي نصايبوا الكيك ضروري البيض ما يكونش من الثلاجه باش تطلع لي الكيكه زوينه. انا كندير كاس، انا راه عبرتها بالكاس الصغير، كاس وشويه ديال السكر. الا عندكم نتوما الكاس ديال العلبه غدير كاس لارو ديال العلبه، ما يكونش عمر بزاف. انا عبرت بهذا كما كتشوفوا، حيت مازال غنديروا لاصوص حلو وباش ما تجيناش زايده في الحلاوه. كما كتعرفوا الحلاوه ما كتجيش زوينه بزاف، انا صراحه ما كنحملش الحلاوه بزاف. صافي هنايا كناخذ طراب عادي، طراب يدوي، كنطرب مزيان 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 بيديا. وتستعملوا نتوما الطراب الكهرباء استعملوه. صافي وكنخلط مزيان حتى كيتخلط لي داك البيض مع سنيده مع الفاني مع. هنا كنزيد كاس، الى كما قلت لكم كاس، انا عبرت بهذا الكاس الصغير، كاس ديال الزيت. نتوما الى عندكم كاس العلبه ما تعمروش، ديروا غير كاس ما عمرش بزاف. صافي كنطربو مزيان، طربو مزيان تيولي لينا الخليط غادي البيضيه كما كتشوفوا. شفتوا كي كيكون الخليط صافي، راه مساجم مزيان مخلط مزيان على حقه وطريقه. هنايا البنات كناخذ كاس ديال الماء دافي، كندير فيه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، كنخلط مزيان حتى كتدخل هذيك القهوه بين المكونات، كنسجموا مع بعضياتهم. عاد من بعد كنضيف الكاكاو. هنا الكاكاو المر نوعيه الجيده، درت 2 معالق كبار، معلقه الحجم الكبير ديال الكاكاو. صافي كندوزو في هاد الصفايه هادي، كنغربلو باش ما يكونوش دوك الكريات كما كتشوفوا كيتعزلوا. المهم كنغربلو. نتمنى الاخوات الا وصلتوا حتى هنايا ما تنساوش لي واحد البصمه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، ومرحبا بكم. صافي كنخلطو مزيان حتى ينسجم داك الكاكاو مع الخليط. من الافضل تاخذوا الكاكاو مر بحال هذا اللون هذا الاسود، ما تاخذوش داك القهوه. داك القهوه كيجي خايب، كيجي باهت، واخا ديري منه بزاف ما كيبانش. من الافضل تاخذوا هذا النوع هذا اللي كيكون اللون ديالو غامق، كيجي زوين. صافي نخلطو مزيان 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 حتى يدخل لينا بالمكونات وينسجم معاهم، ما يبقاوش دوك. وهنا كنزيد كاس ديال الحليب، ديما كنعبرو بنفس الكاس كما شفتوا، راه وريتو لكم قبيله. وصافي هنايا كنزيد دقيق، الدقيق بطبيعه الحال راه مغربل من قبل، ضروري البنات تغربلوا الدقيق ديال الكيك باش يخرج لكم الكيك زوين. انا كنضيف مازال واحد شويه، تقريبا خدات لي 4 كيسان ديال الدقيق. وهنا غنزيد 3 الخمارات، حتى هما خصنا نغربلهم ضروري باش ينجح معنا الكيك. انا كنغربلهم واخا باقي جداد.
ضروري ندوزهم من داك الغريبه الصغيره او صفايه او اللي بغات تسميوها. صافي وكنخلط مزيان مزيان كيدخل داك الدقيق وداك الخمار يتنسجموا مع بعضياتهم مزيان. هنايا في الاخر كاع ملي ساليت كنزيد معلقه صغيره ديال الخل. الخل كيساعدنا في الانتفاخ ديال الكيك وكتجينا هشه. كنديرو في التالي في الاخر، كنديروش في الاول ديال الكيك. صافي وهذا هو القوام ديال الكيك كما كتشوفوا. كنرسموا ديك 8 ملي كتبان لينا صافي هذا هو القياس. ما يكونش جاري بزاف وما يكونش تاني قاصح بزاف. ديما كتعرفوا الكيك ديالكم بالقوام ديالو كتعرفوه بداك كتكتبي 8 ولا المهم كتكتبي شي عدد ملي كيترسم لك في الوجه صافي هو هذاك. هنايا عندي المول دهنها بالزبده ودرت عليه الدقيق. المول هذا عالي كبير شويه. صافي هنا كنهز الخليط الفوق، كنعلي يدي الفوق وكنخوي الخليط ديالي. هاد الشيء البنات اللي كيبقى عندي في الطاسه ديما كنعطيه لبنتي عزيز عليها. كتقولي ديما ما خلي ليا شويه، كانت لي حسن نزيد عليها. صافي وكنضرب واحد شويه باش يخرج الهواء من المول وكندخلها للفران. وهنايا غنوجدوا السقوه باش السيرو باش غنسقيو او السقوه باش غنسقيو الكيك ديالنا، حيت ضروري خاص الكيك يكون سخون والسقوه تكون بارده او العكس. الكيك يكون بارد والسقوه تكون سخونه. المهم يكونوا سخونين مع بعضياتهم بجوج، ضروري واحد فيهم يكون بارد. هنا كنحتاج معلقه ديال السكر، كاس ديال الماء، معلقه ديال السكر ومعلقه ديال القهوه. صافي كنخلطهم وكنديرهم فوق العافيه. كنزيدهم انا الشكلاط كان عندي في الثلاجه، زدت 2 شكليطات. صافي وكنردو فوق العافيه يطبخ واحد شويه ونحطو على جنب يبرد بيد ما طيب الكيك ديالي. عاد من بعد كنسقيه بها. وهنايا بعد ما طاب الكيك كنخرجوه تبارك الله اللهم بارك. كيجي على هذا الشكل هذا الوجه ديالو. وراني ديجا راهي المقطع تقطع ليا، راه سقيته من قلبت الكيك على الوجه ديالو سقيته من اللور مزيان، بعد حطيته على الوجه ديالو ودابا كنسقيه من الوجه ديالو حتى هو. راه غير المقطع تقطع ليا، عندي بالي كنصور ساعه ما صورتوش. صافي كنبدا ندير هاد الشيء تاع هادي وكندير بشويه بشويه حتى كيتسقلي مزيان وكتشرب ديك السقوه. الصراحه كيجي زوين بنكهه القهوه، كيجي خطير خطير خطير. وصافي التزيين كيبقى على حسب الاختيار، تزيين كل واحد يزين. انا ما كانش عندي شي حاجه باش نزين، زينت غير بالكوك عادي. نتوما بغيتو تزينوا بطانات تزينوا به، تزينوا بالصوص تزينوا به، المهم اللي يعجبكم. كاوكاو مهرمش اللي عجبكم التزيين كيبقى لكم اختياري. التزيين خليته لكم، المهم اللي بغى يزين شي حاجه اللي متوفره عنده في الدار يزين بها. انا هادشي اللي عندي زينت به. صافي هنا بعد ما تشرب لي مزيان كناخذ هنا العسل او الكونفيتير اللي عندكم، كندهن الوجه ديالو.
سخنت كامل الوجه ديالو بالعسل، ومن بعد كنزوق زوج الهند كوك. نتوما عندكم الاختيار، بغيت تحكوا الشكلاط على الوجه، بغيت ديروا دانيت، بغيت ديروا صوص اللي بغيتو، المهم اللي عندكم، اللي كان عند الانسان يقضي به. ماشي ضروري خصنا نزينو بشي حاجه زعما شي حاجه محدده. انايا هنايا درت الكوك على الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الكيك وتجربوه. واللي وصل معايا هنا شكرا ليه بزاف، الله يجعلها لي في ميزان حسنات يا ربي. وكنشكركم كاملين، ما تنساوش لي اللايك للاخوان والاخوات، الله يسهل عليكم. وهذا هو الكيك ديالنا كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل تبارك الله ما شاء الله. انا راه كانت باقي سخونه داكشي علاش ما قطعتهاش، جات ما شاء الله عليها، جات فنه والله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا حتى نتوما لوليداتكم. ووصلت نهايه الفيديو، بالسلام عليكم، تهلاو في رواحكم، يلا بسلام.